معلش سامحوني بقى، أقل بقى، أنتم فاهمين اللي أنا عايزة أقوله، يعني أنا هاقول وأنتم خدوا بقى مني وافهموني من غير ما أنا، عشان الموضوع بيبقى صعب عليَّ، معلش ماشي. أبتدي بقى أدخّل إيدي في المرحلة دي وأبتدي أعجن بإيدي، تمام. أنا شغّالة في العجينة وكده، حسيت إن العجينة ناشفة شوية وإن هي بتشقّق شوية، تمام. طبعًا ما دام بتشقّق أو فيها تشقيقة خفيفة دي ما فيهاش مجازفة، لأ هاروح حاطة لها مادة دهنية، فأنا زوّدت كمان نُص كوب من الزيت، ماشي. ممكن تزودي نص كوب من الزيت، ممكن تزودي ربع كوب على حسب العجينه بتاعتك، انت بتقعدي تزودي، ما احتاجتش خلاص ما تزوديش، انا عجينتي حسيت ان هي احتاجت. اوكي. انت ممكن تزودي نص معلقه سمنه مثلا مع ربع زيت، اللي هو على حسب ما انت. تمام اوكي. فانا فضلت يعني زودت نص كوبايه زيت كمان لحد ما العجينه بقت معايا، بصوا زي الملبن كده خلاص. بعملها تمام كويسه معايا. تمام. لو هي مشققه هيطلع البسكوت مشقق منك وهيتكسر ويفصل منك على المكنه، ماشي. فما تجازفيش تقولي تمام وخلاص. هنا عندي الصاج بتاعي جبته وبدات ان انا ايه اشكل، بصوا الفورمه طالعه مظبوطه، يعني الفورمه طالعه واضح ان هي مظبوطه، ماشي. ورصيت في الصاج، سبت المسافات وكده علشان اشوف مثلا هينفش قد ايه، هيكبر قد ايه، فاديته المساحه بتاعته. ده كان اول صاج طلع معايا، وانا ايه هشوف بقى من خلاله لو نفش او كده هسيب مساحه واسعه، لو نفش خلاص تمام هبقى ضيق المساحه. هنا عندي بوريكم المكنه شغاله والعجينه طالعه منها النقشه زي ما هي ثابته اهي، ماشي. يعني معنى كده ان العجينه مظبوطه، وعشان العجينه مظبوطه تقدري تعملي اي شكل انت عايزاه، لان الشكل هيطلع مظبوط زي ما هو. وعشان هو الصاج الاولاني ما نفشش فانا ضيقت هنا المساحات، بصوا ضيقت اهو. واستغليت بقى الصاج كويس وكده. الصاج مش مدهون اي ماده دهنيه لان هو واخد كفايته، العجينه واخده كفايتها من الماده الدهنيه، وزي ما انتم شايفين اهي المكنه تمام، العجينه طالعه منها كويس. ده الصاج التاني، ماشي. وانا بقرب لكم، بصوا انا مضايقه ازاي، خلاص عشان عارفه ان هي طلعت زي ما دخلت زي ما طلعت ثابته، ما حصلش فيها اي تشينج، تمام. وهوريكم برضو الصاج الاولاني دخلته الفرن اهو، ماشي. هو بيستوي اهو تمام، هو دلوقتي بيستوي. بصوا ما نفش، ما خدش مساحه، زي ما هو محافظ على شكله. طبعا عجينه البسكوت ما تخمرش، اللي بنعملها بنشتغل فيها على طول. انا غيرت هنا الرسمه، وريتكم برضو ان انا عملت رسمه تانية، عرضت بقى شكل البسكوت وعملت الرسمه التانية اللي هي الكبيره والرسمه التقليديه. وده برضو اللي هي ايه الصاج الاولاني ده استوى وطلع معايا. اما بيطلع معاكي بيطلع يعني فاتح شويه، ما تطلعوش محمر ليه، لما بيهدى لونه بيغمق، فانت لو استنيتي ان هو يغمق فهيطلع على غمقان، ماشي. فهو لونه تبحسي لا مبيض عايز يحمر شويه، لا لما يهدى هوريكي لونه، انه لونه هدي وبقى برتقاني ولونه ظبط معاكي تمام. هو هنا لما هدي اهو بصوا لونه اصفر، لما هدي وخد حرارته. ما تشيليش البسكوته وهي لسه سخنه هتتكسر، لا تسيبيها تبرد